السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم حلوة من الحلويات الرمضانية التقليدية الجزائرية، فهي كتستعمل بكثرة عند اخواننا الجزائريين، بطبيعة الحال حتى الدول الاخرى وحتى حنا عندنا في المغرب كنستعملوها، ولكن الاصل ديالها على حد علمي انها جزائرية 100%. الوغ بالنسبة للمقادير ديالها هي جد بسيطة، نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا كيلو ديال السميده المتوسطه اللي كنستعملوها في الحرشه. ممكن كذلك تستعملوا سميده غليظه الا كنتو غتبيتوه. انا شخصيا غنستعملها ديريكت، غنطيبها. لو غنستعمل السميده اللي هي متوسطه. كيلو ديال السميده متوسطه كنديروا لها 500 غرام، نص كيلو ديال السكر سنيده. عندي هنا 200 غرام ديال اللوز، ممكن تستعملوا الغبره ديال اللوز. انا شخصيا خديت 200 غرام ديال اللوز، سلقته قشرته ومن بعد طحنته بهذا الشكل هذا. عندي كذلك 200 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها. الوغ كيلو ديال السميده المتوسطه، 500 غرام ديال السكر سنيده، 200 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال اللوز. عندي كذلك هنا 250 مليلتر مخلطه ما بين ما زهر والماء. عندي معلقه صغيره ديال خميره الحلوه. عندي هنايا اللوز هكذاك حبات صحاح خليتهم. عندي معلقه كبيره ديال السمن الحار، كيعطي له واحد النكهه خاصه وكيجي به الليد بزاف. وعندي كذلك كاس صغير، كاس العنبه ديال الزيت. صافي، هذه هي المقادير كيف كتشوفوا. دابا ان شاء الله غنفوتوا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير، كناخذوا واحد السوبيره اللي تكون كبيره، ممكن تاخذوا قصعه تخدموا فيها ماشي مشكل. كنحطوا اول حاجه السميد، كنضيفوا له السكر على داك السميد، وكنحركوا هذا الشيء مزيان بيدينا حتى كتجانس لنا كاع العناصر. من بعد ما كتخلط لينا مزيان، كنضيفوا الخميره ديال الكاطو، خميره الحلوه، معلقه صغيره ماشي بزاف. كنرجعوا كنحركوا مره اخرى. دابا كنبداو كنضيفوا في الزبده اللي ذوبناها. كنضيفوا الزبده وحنا كنخلطوا مزيان حتى كتشرب لنا الزبده كاع الخليط. كنبقاو كنرملوه هكذا بيدينا. 200 غرام ديال الزبده كيف ما قلت. من بعد ما كتخلط عندنا جميع العناصر مع الزبده كترمل هكذا، كنضيفوا له دابا اللوز وكنرجعوا كنحركوا مره اخرى. يعني شحال ما حركنا مزيان كيكون حسن باش كيذوب لينا كاع هذاك السكر. غناخذ واحد القصعه كبيره تسهل عليا الخدمه حسن. دابا كنبداو كنضيفوا في الماء وما زهر غير بلاتي وحنا كنخلطوا. بالنسبه ل 250 مليلتر ديال الماء وما زهر فهي كتكون كافيه. واخا تبان لكم في الاول باقي عاد يعني ما منفخاش مزيان، ولكن هي شحال ما دلكنا فيها مزيان شحال ما داك السكر كيبدا كيذوب وكيطلق مزيان. يعني كتكون كافيه، ما يحتاجش تضيفوا ما زهر ولا ما اكثر من هذاك المقدار اللي عطيتكم في الكيلو ديال السميد مع نص كيلو ديال السكر كيف ما قلت في الاول. يعني كيف كتشوفوا شحال ما كنرجعوا كندلكوا عاد مزيان فيها هي كتولي يعني تقدر تجمع هكذا. صافي، دابا من بعد ما تجمعت عندي كل المقادير مع بعضها مزيان، دابا غنفوتوا المرحله المواليه. دابا كناخذ المعلقه ديال السمن وكنحطها فوق النار، كندوب هذيك المعلقه. كناخذ هذيك المعلقه ديال السمن اللي ذوبت، كنضيف عليها الكاس ديال الزيت. يعني هاد السمن الحر كيعطيها واحد النكهه خاصه. كنحرك هاد الشيء مزيان. غناخذ
الصينيه اللي غنستعملها، خديت صينيه انا اللي هي كبيره، يعني كتاخذوا الصينيه على حساب العلو اللي نتوما باغيين ديال قلب اللوز. بغيتوها عاليه كتاخذوا الصينيه اللي هي صغيره، بغيتوها يعني مطارحه عاديه كتاخذوا الصينيه اللي هي كبيره. الوغ اول حاجه كندهن الصينيه مزيان بالزبده بالزيت والسمن اللي ذوبت، ضروري ما ندهنها مزيان، يعني هذه نقطه اللي هي مهمه. من بعد ما كندهن الصينيه مزيان كيف كتشوفوا، دابا كناخذ الخليط ديالي ديال السميد وكنحطو في الصينيه. كناخذ شويه ديال الماء كندير فيه يديه وكنبقى كنمشي مزيان في هذا العجين. كناخذ دابا شي حاجه اللي هي ملسه وكنبقى كندور عليه مزيان باش كيتقاد لي الوجه ديالها. غنقسمها اول حاجه هكذا في النص، وكنبقى من بعد ندير القياس اللي انايا بغيت ديال كل حبه. بعد ما قطعتها هكذا دابا غنقطعها يعني في النص الاخر هكذا بنفس العمليه. بعد ما قطعتها بهذا الشكل هذا، دابا غناخذ اللوز اللي خليته في الاول وغنحاول نرشق كل وحده في كل مرصو بواحد اللوز. من بعد ما كنحطو فوقها اللوز كيف شفتوا، دابا غناخذ هذيك الزيت اللي خلطت مع السمن وكندهنها من الفوق مزيان. كنديروا كميه من الزيت كنحاولوا نمشيوها هكذا فوق منها. النقطه ديال الدهن هي جد مهمه بالنسبه لقلب اللوز، ضروري ما ندهنوها مزيان. ممكن تخليو حتى للتالي ودهنوها، ممكن تدهنوها قبل ما تقطعوها بالموس كدهنوها مزيان بالزيت عاد كتقطعوها، يعني كيبقى لكم الاختيار. دابا غندخل الصينيه الفران اللي ديجا راني مسخنه على درجه حراره 200. مده الطياب غنقولها لكم بعد ما نخرج الصينيه من الفران. ضروري ما نخليوها طيب مزيان حتى كتحمر من الفوق ومن التحت. الفران يشعله من الفوق ومن التحت درجه الحراره 200 كيف ما قلت. ضروري ما تحمر مزيان باش هذاك السكر كيتعسل وكتجي لذيذه به بزاف. من بعد ان شاء الله من بعد ما نخرجها غنوريكم المرحله المواليه. دابا غنفوتوا للسيرو اللي غنصايبوه باش نسقيو به الحلوه ديالنا. الو بالنسبه للمقادير كندير كاس ديال الماء، كندير له 2 كيسان ديال السكر وقطرات من ماء زهر. ناخذ الماء نحطها في واحد الكاسرونه، نزيد عليها السكر، كنشعل عليه النار اللي تكون متوسطه، كنخليه كيطيب لواحد المده ديال 10 دقائق. من بعد كنزيد له قطرات من ماء زهر، قول واحد المعلقه هكذا صغيره ديال ماء زهر اللي غنضيف له، وغنخليه واحد 3 حتى ل 5 دقائق كاع ماكسيموم، ومن بعد نحيدو. من بعد ما كنخرج الحلوه ديالي من الفران كيف كتشوفوا كنخليها حتى كتحمر مزيان. خدات معايا بالضبط 50 دقيقه اللي خدات معايا على الفران اللي انايا مسخناه من الفوق ومن التحت على درجه حراره 200 كيف ما قلت المده ديال 50 دقيقه. الوغ من بعد ما كنخرجوها من الفران مباشره كنسقيوها بالسيرو اللي وجدنا. السيرو كيكون برد كنسقيوها به، يعني كنديروا الكميه اللي هي كتكون كافيه. من بعد ما كنفرغوا عليها السيرو كنخليوها كتبرد مزيان وكتشرب هذاك السيرو. بالنسبه للسيرو الناس اللي كتبغيها حلوه بزاف او لا يعني متشربه السيرو بزاف ما عليكم الا ديروا سيرو يعني كميه اكثر من هذيك اللي عطيت انا. كنكتفي بهذه الكميه اللي درتها كيف ما شفتوا 2 كيسان ديال السكر مع كاس ديال الماء. كنشوف انها يعني كافيه وكتبقى يعني مساله حتى ديال الكميه اللي غديروها ديال الحلوه ديالنا. الو هذا بالنسبه للسيرو. بالنسبه للشكل النهائي ديالها فكيكون هو هذا، كتجي صدقوني لذيذه بزاف. غنحاول نحل لكم هكذا باش تشوفوا كيفاش كتجي
هشيشه وكتجي رطبه ومتشربه هذاك السيرو كيف ما قلت. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنسوش الاشتراك معايا في القناه وزياره موقع الانترنت اللي فيه الوصفات مكتوبه. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.